مرحبا وسهلا حبوباتي ومتتبعاتي الغاليات. واخا غبت عليكم يا غير جبت لكم واحد التبريمه اللي غادي تهنينا، في نفس الوقت مقشر وتبريمه وغادي تهنينا من الوسخ ومن الكعب. وانا ما نجيكم غير حتى تخلي حالتي، يعني ما نعود عامره كعب وكلي عاد نجي نطبق الوصفه. خليكم معايا، هاي التبريمه راه كنستاهل عليها لايكات وتشجيعات وتعاليق منكم باش نزيد نعطي القدام. وانا كنجيب واحد المحتوى اللي زوين، واي ماسك عندنا هون في الصحراء يتداول ولا يعدل نجيب لكم ونحط لكم في قناتي على اطيب خاطر. المهم هذه التبريمه اساسيه وزوينه زوينه زوينه، كنحتاجوا فيها القهوه ديال العبار تعد نوعيه جيده، ومايزينا ملعقتين تقريبا صغارات، وماء الورد، وكنكبوهم ونخلطوهم مزيان نديرهم فوق النار لواحد دقيقه ما كامله، كاع دقيقه يتعاقد الكريم، ونرجع لكم ونقول لكم شي نديروا فيه. المهم هون منين حطيته فوق النار وتعاقدي الخليط وطلسة القهوة مزيان، لأن القهوة راهي نوعية جيدة اللي فيها الكافيين ممتاز، ماشي ديك ديال التقشير، هادي كافيين يكون مجهد. سميتها الديامون، شروها راهي زوينة، شرو منها واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم. المهم نخو الكريم اللي نخوه في واحد اللاطه، وديك اللاطه هي اللي غنخدمو فيها ان شاء الله. والكريم ما تخلوه يعقاد قباله، خلوه لي شوي يكون مية بحال هكا، يعني لا تمسوا النار، وحطوه خلوه يشرب من النار ديال الكسرونه هكا. طيقوني الا درتوا هاد الوصفه غادي تحيد لكم كل شيء، لا من وجهك لا من يديك لا من كرعيك لا من اي حاجه بغيتيها. انا محتاجها، داكشي علاش درتها وبغيت نشاركها معكم، وديجا جربتها وعطاتني نتيجه وبغيت نعاودها معكم. هون ضفت على الخليط عندي الصابونه مبشوره، يا دوف يا جونسون يا نيفيا يا ديتول. المهم انا عندي واحد المجموعه من الصابون اللي كيشاط من عندي، كنحكو كنديرو في واحد البواطه كنخليه كنصاوبي لي ماسك بحال هكا. المهم حبوباتي كنخلطوا المكونات جيدا بهذه الطريقه حتى يذوب عندنا الصابونه. المهم عطوها واحد شويه الخاطر ويكون دافي ما حدو حامي، والصابونه كتذوب بالعجله وكتنسجم مع القهوه، وكتنسجم مع الماء الورد. هون ضفنا ملعقتين ديال الشوفان مطحون ومنيل. الشوفان مهم للبشرة، كيحفزها باش تخرج الكولاجين وكيحيد البتور واثار حب الشباب. وما نقول لكم عنه، حنا هون في الصحراء معتمدين قباله في الترطيبات ديال الوجه، ولا هما في التبريمات ديال الوجه وفي الماسكات وفي ياسر من المسائل اللي نزلت ان شاء الله راحت الشعر. عندنا له بخاخ ديال الشوفان والزرع، منين ان شاء الله نعطيه لكم. كنا كنستعملوه لزغبنا وينبت بالعجله ما شاء الله. المهم كنحرك المكونات ونزيد عليهم واحد الملعقه ديال النيدو المجفف، وكنخلطوا التبريمه. هاي التبريمه سهله، مكونات كل شيء الناس عندهم في البيت، متوفره زوينه، كتاخذ عندك ما كتخسر. ل 15 يوم وانت حاطاها في الثلاجه، ديري منها الكميه اللي بغيتي، ولا برا ديال الثلاجه ما غيخسر عليها حتى حاجه. كنطبقوه على الجلد وشوفوا كيفاش كتبرى منا الوسخ، وكيفاش غادي تخرج لينا الوسخ ديال 3 الدرجات. المهم البياض ولا أروع، يعني كل شيء اللي تشوفوه أنا رأيدية ولا تحالت محالة، وفي الكعب وفي ذا كامل، ونبغي نشارك معكم ايديا وانا كحل وانا في الكعب، وندور نعتني بنفسي باش تعتنوا حتى نتوما بروسكم معايا، وتحفزوني وتعطوني لايكات وتشجيعات، وحتى لي كومونتر كاملين كي تبارك الله كيعطوني واحد التشجيع. المهم درتها وطبقتها وخليتها تنشف، ولي تشوفوا اراك يا انا درتها لليد وحده بيلي نطرح لي ندير الكرعيه ويديه والوجهي. شوفوا داكشي اللي كتخرج من اليد يكفي، انتي تشوفي يا للجمال ويا للروعه، كتحيد الجلد تنقي وزوينه ما شاء الله. انا تعجبني هي التبريمه، وتعجبني حتى منين نعود نعدلها ونحس براسي اني كنعدل تقشير ونعدل مولي تبريمه اللي تحيد التصبغات في نفس الوقت، مقشر وفي نفس الوقت تبريمه. جربوها وردوا عليا الاخبار، والله منكم اللي تندموا عليها. وانا ما نعطيكم شي في قناتي ما هو مضمون وما هو زين، لان هاي الوصفه متداوله من زمان عندنا احنا هون. ومنين نرجع لكم الوصفات ديال زمان اللي هما اللي بيضوا ما الشيء اللي عدلوا وتخليطات وما نعرف شنو. الطفيله تكونوا اكيدين بانك الا رجعتي الوصفات ديال القدامات الطبيعيه والله حتى ترجعي بيضه خرسي.
خرسي انا راه كان فيه التصبغات فيه كلشي. شوفي اليد الثانيه مازلت ان شاء الله اللي ندير لها نفس التبريمه اللي نديرها شي 3 ايام متابعه باش نهيئوا الجلد ويستقبل لنا اي ماسك بغينا نعدلوه واي تبريمه. ولي نعدلكم ملي تبريمة الحنة بيا باغا نعدل ورا هذه تبريمة الحنة داكشي على جماعة ماسك ومقشر في نفس الوقت. كيف ما كتشوفوا معايا راه عطاتني نتيجة بون ريزلطا زوينة. عجبني الحال اللي نحيد بها الاثار ديال الحروقه ديال الفران، نحيد بها الكعب، وان شاء الله توصلوا النتيجه اللي بغيتو تفرحوا بها كاملات. وما تنساو لايكات وتشجيعات وكومنتيرات اللي نزيد بهم. قناتي مازالت لا واقفه على المشاهدات، واقفه على البارطاج، واقفه على المشاهده ديال الفيديوهات لانهم فيهم افاده. ولايك راني كنطلبكم ونبغي نحط لكم ياسر. باغي نحط القويلبات، باغي نحط التبريمات والتجريه، التجريه الحقيقيه على حقها وطريق ديال السفوف وديال حتى مولي الشراب. ونخليكم نين طبقوا الوصفه تردوا عليا في لي كومونتير. وما تنساو تردوا عليا الاخبار ديال التبريمه ان شاء الله والنتيجه. كنشكركم بزاف على تتبعكم لقناتي، وكنشكركم على الكومنتيرات. وباي باي حبوباتي لفيديو قادم.